إسماعيل ياسين أحد أشهر فناني الكوميديا في تاريخ السينما المصرية. ولد في محافظة السويس في يوم 15 سبتمبر عام 1912. بعد وفاة والدته ودخول والده السجن، اضطر إسماعيل لترك المدرسة والبحث عن أي عمل يعينه على الحياة، فعمل منادياً في محل لغسيل السيارات، ثم عاملاً في أحد المحال. كان إسماعيل يحب الغناء وتقليد المطربين، وسعى لدخول عالم الفن، فسافر إلى القاهرة وهو في 16 من عمره، وعاش في أحياء شعبية صعبة حتى التقى بالفنان نجيب الريحاني والشاعر بيرم التونسي، اللذين ساعداه في دخول مسرح بديعة مصابني. في أربعينيات القرن العشرين بدأ يشتهر في السينما كفنان كوميدي، وقدم أدواراً صغيرة في بدايته، ثم سرعان ما خطف الأضواء بخفة ظله وطريقة أدائه الفريدة. وفي سنة 99 و505 ميلادية كان على قمة النجوم، وتم إنتاج سلسلة مما يعرف بإسماعيل ياسين في أوفوتسا، مثل إسماعيل ياسين في الجيش، إسماعيل ياسين في البحرية، إسماعيل ياسين في الطيران. سبب إفلاس إسماعيل ياسين كان ناتجاً عن عدة عوامل اجتمعت في وقت واحد، ومن أهمها: 1. تغير ذوق الجمهور. في ستينيات القرن العشرين تغير اتجاه السينما المصرية، وأصبح الجمهور يفضل أنواعاً جديدة من الأفلام، مثل الأفلام السياسية والاجتماعية والأكشن، بدلاً من الكوميديا التقليدية التي كان يقدمها. التوافق الثاني للتعاون مع زملائه، خصوصات فراقه لصديقه ومخرجه فطين عبد الوهاب، الذي كان سبباً في نجاح كثير من أعماله. ثالثاً، إنشاؤه لفرقته المسرحية. أسس فرقة مسرحية كانت تتطلب مصاريف كبيرة، وفي نهاية الخمسينيات بدأت تخسر وتتراكم عليها الديون. 4. ضرائب كبيرة ومتأخرات حكومية. فوجئ بمطالبته بدفع مبالغ ضخمة من الضرائب، وكان ذلك أكبر عامل في تعريضه للإفلاس. 5. قلة العروض الفنية. مع قلة العروض وعدم تجديد أنفسه فنياً، أصبح من الصعب عليه العودة إلى الساحة بقوة. الخلاصة: إفلاسه لم يكن ناتجاً عن سوء إدارة فقط، بل هو نتيجة لتغير الظروف الاقتصادية والفنية في مصر، وغياب الدعم الكافي لفنان قدم حياته كلها للفن والإبداع. سبب الخلاف بينه إسماعيل ياسين وفطين عبد الوهاب: اختلف في وجهات النظر حول بعض التفاصيل الإنتاجية والفنية، خصوصاً مع تغير السوق السينمائي ورغبة فطين في تقديم نوع جديد من الأفلام أقرب إلى الأعمال الاجتماعية والدرامية، في حين أن إسماعيل كان يفضل الاستمرار في نهج الكوميديا التقليدية التي ألفها الجمهور منه. نتيجة الخلاف: انقطع التعاون بينهما، وذلك كان ضربة قاسية لمسيرة إسماعيل ياسين، حيث أن نجاحه كان مرتبطاً بإدارة فطين ورؤيته الإخراجية. بعد ذلك لم يعد إسماعيل يجد نفس النجاح مع مخرجين آخرين، وبدأ يفقد جزءاً كبيراً من جمهوره. رأى الفنانين فإسماعيل ياسين: 1. عبد الحليم حافظ قال عنه: إسماعيل ياسين هو الواحد الذي كان ممكناً أن يضحكني وأنا في أسوأ حالاتي، كان يشعل البهجة حيثما ذهب. نجيب الريحاني في بداياته، رغم أنه كان في مرحلة البروز، فإن الريحاني أبدى إعجابه بقدرة إسماعيل على التقليد والتمثيل، وقال لبعض المقربين: الواد ده هيبقى ليه شأن كبير. 3. قالت في أحد الحوارات: إسماعيل كان مسرحاً يمشي على قدمين، وكان وراء الكاميرا أطيب من مثل أمامه. فؤاد المهندس قال: إسماعيل ياسين كان مؤسسة في نفسه، لا يمكن للكوميديا أن تكتمل دونه. توفي إسماعيل ياسين في 24 من مايو 1972 بعد أن تعرض لأزمة قلبية شديدة، ومات في سكون بعيداً عن أضواء الشهرة وتصفيق الجماهير.